الورد لكل الموجودين. نرحب بكافة الرفيقات من المكاتب المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية لاجتماعنا السنوي لأعمال مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها. خير ما نبدأ به هو الوقوف دقيقة سقط على أرواح شهدائنا الأبرار. أمريكا والولايات المتحدة كان هناك توريط لروسيا في الحرب بأوكرانيا، ورطت الولايات المتحدة كل روسيا وأوكرانيا في الحرب التي حدثت، مما جعلت تستنزف القوى الروسية. فهنا يوجد صراع عالمي ويوجد صراع محلي. عندما نتحدث عن الصراع العالمي هو أيضا يؤثر على الصراع المحلي الموجود في المنطقة. نرى أن الذي حدث مع روسيا في أوكرانيا ووصلنا إلى الحرب واستنزاف قواها أكثر. ماذا قال عبد الله الجلال في هذه الشؤون؟ عندما هاي كمان أعطت لمحة واضحة بشرح أنه ما دام المؤامرات الدولية تحاط على مناطق الشرق الأوسط من قبل الدول الاستعمارية المتصارعة التي تسعى لبسط نفوذها وتقسيم الدول العربية حسب مصالحها الخاصة بها، وكل هذا أدى إلى حصول أزمات كثيرة أثرت على سوريا. أنا لن أكون مواطنا لوطن تقتل فيه المرأة، أنا رفيقكم في درب الحل والحرية. على مدى تاريخ الحضارة وتطور المجتمع الطبقي ومرحلة التحول إلى المجتمعات وإلى أمم وعشائر ومجموعات شعبية متنوعة، أبتدأ من العبودية والوصول إلى مختلف التشكيلات الاجتماعية، فكل واحد من هذه المجتمعات تشكل بطرق مختلفة، بالسلام تارة وبالحرب تارة أخرى، وبالثقافة والاقتصاد أحيانا، وبالوسائل السياسية أحيانا، مما جعل البعض يتطور إيجابيا وأدى إلى انتهاء البعض الآخر وتطور شريحة أخرى بشكل وسط. فلنتناول المفهوم الذي يسمى المرأة من تاريخها القديم ومن مكانتها في الحياة الاقتصادية العثماني الجديد، ووضع جدار عازل بالاتفاق مع حزب البرزاني منتهكة بذلك كل القيم والمعايير الإنسانية، فطال القصف مناطق شمال شنغال وأحدثت فيها مجازر بحق الأهالي بيد الحديد بعد الجريمة البشعة التي حصلت والمتعمدة من قبل شرطة الأخلاق كما يسمونها في إيران بحق الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلت من قبلهم بحجة نزعها الحجاب وبعد تعرضها للتعذيب والضرب الكبرى مما أدى إلى فقدان حياتها. وفي السياق نفسه لا ننسى العمل الإجرامي الذي قامت به السلطات التركية بحق 17 مقاتلة في مناطق الدفاع المشروع، ومن خلال هذه الفترة نذكر المجزرة التي قام بها الاحتلال التركي في منطقة زافو والتي راح ضحيتها المدنيين، وتم استهداف المناضلات جيان وروج وبارين في مدينة القامشلي بالطائرات المسيرة، فهذا أسلوب جديد من أساليب الفاشية التركية في قصد إدارتها اقتصاد وحائل إلى تخلق هذا المشروع لكي يثبت هذا المشروع أن المرأة قادرة على كامل العمل إن كان أي مجال، إن كان صناعي، حيواني، زراعي. رفيقة ناطقة باسم اللجنة، رفيقة أرشيف تعمل على أرشفة القضايا، وثلاث رفيقات صلح. هدفنا هو الصلح بين الطرفين وحد أقصى 3 جلسات أو 4 جلسات. إذا لم يتم الصلح بين الطرفين يتم تحويلهم إلى هيئة ديوان الحق العدل. تدريب في مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها. نحن كلجنة تدريب في المكتب لدينا آلية عمل خاصة بنا، وتطلب هذه الآلية دراسة برنامج أسبوعي والعمل عليه. نبدأ بالوضع البرنامج من خلال وضع زيارات للجان، خاصة لجان التدريب. انعقاد الاجتماع السنوي لمكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، حيث بدأ بالترحيب بجميع الحضور من الرفيقات من المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والحركات والتنظيمات النسائية، حيث تم شرح الوضع السياسي وتم قراءة التوجيهات وثم قراءة التقرير السنوي وتم تقييم أعمال السنة لمكتب التجمع. تم الوصول إلى المخرجات والتوصيات التالية: أولاً، الرفع من
دبلوماسية. رابعا فتح دورات تدريبية فكرية. خامسا فتح مشاريع اقتصادية لتمكين المرأة اقتصاديا. سادسا تكثيف الفعاليات من أجل المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.